لما إبليس قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني راح أخذ جزء من عبادك. طيب كيف الآلية؟ كيف التكتيك عندك؟ قال لا أضلنهم. شوف أول مرحلة الإضلال، يعني إيش؟ أنت ماشي على الصراط المستقيم يضلك. طيب بعد ما تضلهم أنا وين أروح؟ غيرت الطريق، طيب وين رايح؟ لازم في بديل. هنا تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة الأماني. ولا أمنينهم. بيخلق لك أماني بديلة عن الهدف الذي كان لديك في البداية. أنت الهدف سابقا كان عندك مرضاة الله عز وجل، مرجعيتك، شلت المرجعية، وين أروح؟ لا أنا أعطيك أماني بديلة. طلع هنا مثلا في السياق الغربي القيم الكبرى هذه، الحرية، العدالة، التنوير، العلم، العقل، هذه كلها أوهام. صح في علم، صح في عقل، صح في كذا، لكن هذه ليست بديلا عن الدين. الغرب اليوم الاتحاد السوفيتي وصل لأقصى ما يمكن أن يصل إليه في حالته عن العلم، صح ولا؟ بل أحيانا في مرحلة تجاوز الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه نهار، لأن العلم ليس كل شيء. بعدين تغير الخطاب، قال ولا آمرنهم. وصلنا مرحلة الأمر. شوف خطوات، الخطوة الأولى الإضلال، الخطوة الثانية التمني، يخلق لك أماني، الخطوة الثالثة أنك تكون إيش؟ وبعدين يغير القرآن اللفظ هنا، ما يقول يوسوس ولا ينزغ، لا استحوذ عليهم الشيطان، صار تحت سيطرته. هنا أنت تصل إلى مرحلة العبودية، الأمر، وهذا تحديدا ما وصل إليه الغرب. ولذلك ما في أحد يستطيع أن يفسر لماذا يلاحقون الأطفال لتغيير جنسي، صح ولا لا؟ صح. لماذا الآن الإنسان يتحول إلى كلب، يتحول إلى حيوان؟ هنا ما تقدر تفسرها إلا وفقا لنموذج الشيطان.